لو عايز تشتغل داتا انجينير يبقى لازم تعرف التلاتة في بيلر او الثلاث اعمده الرئيسيه، وكمان الادوات المناسبه لكل واحد. الداتا انجينير جزء من عالم البيج داتا، وعلشان تقدر تختار الادوات الصح لازم تفهم الثلاث اعمده الرئيسيين للادوات بتاعتك. اول في الفول، لو بتتعامل مع ملايين الصفوف استخدم ادوات زي الاباتشي سبارك او فلينك عشان تقدر تعالج كميات ضخمه بسرعه. تاني في الفرايتي، البيانات جايه من كل حته حرفيا، تلاقيها من CSV فايل، اكسل شيت، API من ابلكيشن تاني، قواعد بيانات مختلفه زي السيكوال، ماي سيكوال او نو سيكوال. علشان كده بتحتاج ادوات زي البايثون بانداز او الاباتشي NIF. تالت في الفيلوسيتي، لو بتعالج بيانات لحظيه زي نشاط الناس على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، فيسبوك او تويتر، او عمليات الشراء اللي موجوده على الويب سايتس المشهوره زي امازون، يبقى انت محتاج ادوات ستريمينج، معناها بتحتاج انك تعالج البيانات لحظيا، وده تقدر تعمله عن طريق الكافكا او سبارك ستريم. كل اداة ليها دور وبتعتمد على اختيارك الصح، وده بيحدد البايبلاين بتاعك هينجح وهيبقى روبست او لا. تابعني عشان تفهم اكتر لكل اداة ونقدر نستخدمها صح في فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله.